خليج وادي الذهب الوجهة المفضلة لعشاق رياضات الكيت سيرف على مدار السنة. الشركات الفرنسية مهتمة ومختصة في تدريب هذا النوع من الرياضات دخلت عالم الاستثمار بجهة وادي الذهب الجوير، وأسست فروعا لها بالمنطقة لتدريب الممارسين وكذا المتدربين لهذا النوع من الرياضات. محمد السروزي ومحمد يداس لديهم المزيد في الريبورتاج التالي. تعد العدة أولا قبل أي تجربة أداء حركات رياضية على خليج وادي الذهب، وتعطى لممارس رياضة الكيت سيرف التوجيهات التي يجب عليه اتباعها قبل الدخول في أي تجربة أداء لحركات تزحلق أو شقلبة في البحر. كل ذلك يسهر على تطبيقه فريق من المغاربة إلى جانب خبراء في رياضة الكيت سيرف من الأجانب، وتحديدا من شركات فرنسية مختصة، شركات اختارت خليج الداخلة لمؤهلاته الطبيعية فيما يتعلق بقوة الرياح على مدى السنة. احنا هنا في مدينة الداخلة، مدينة الرياح. احنا تنعلموا هاد الناس هاد الرياضة هذه اللي معروفة في هذه المنطقة بالضبط. الناس أجانب تيجوا تتعلموا هاد الرياضة في الداخلة. بالنسبة للمدينة ديال الداخلة فهي مدينة ديال الرياح، فهي بارمي لي ميور سبوت ديال العالم، وكتحتضن حتى هي الدورات ديال بيكايرا، الورلد كوب، كأس العالم ديال الكيت سيرف. وان شاء الله هاد الرياضة هادي غادا وبشوية بشوية كديفلوبا، والمغاربة ديالنا غاديين، ولاد الداخلة ولاد الصويرة ولاد أكادير، شوية بشوية غادي حتى هما كيندمجوا في هاد الرياضة هادي. أدوات خاصة برياضة الكيت سيرف تعطى لممارسيها تعليمات مفصلة حول كيفية التعامل معها لأداء الحركات بكل بساطة وإتقان للكبار حاليا. أما الصغار فسيكون لهم نصيب أيضا من تعليم رياضة الكيت سيرف السنة القادمة، كما تقول مؤسسة إحدى الشركات الفرنسية. Je voulais faire l'année prochaine parce qu'on vient d'ouvrir. On veut créer une association pour les enfants, mais là pour le coup de Darla. Donc faire une association, notamment travailler avec les écoles. Donc on va monter ça normalement en 2013. Donc dès qu'on a fini cette année, cette première année de kitesurf avec l'UCPA, on va monter aussi cette association. شركات فرنسية تستثمر بخليج وادي الذهب أموالها وأفكارها وتدرب ممارسي رياضة الكيت سيرف، مستغلة في ذلك أجواء الاستثمار المفتوحة وطبيعة منطقة تعجز الكلمات عن وصفها أمام الصورة.